انا بكره التصوير يا عبد الله. احنا غلابه، دي اشاعات مغرضه، كله جميل. حد جرب الحزام ده، ضربه تحت الحزام ده. عينينا، بنقول العين عينينا تحت امركم. احنا بنوضح للعيان بس قصه مهمه، في فرق كبير ما بين السمنه الموضعيه والسمنه اللي هي زياده في الوزن ككل. طبعا معظم في سيدات ورجاله نفس القصه، بيبقى عندهم الدهون متركزه في حته معينه. احنا بنقول لما ننزل الوزن بتاعنا الكلي مع اتباع التعليمات من ناحيه الرياضه، الاكل الصحي، البروتين، الخضار، الفاكهه، بنسبه كبيره جدا بيحصل ريشيبنج للجسم، اعاده هيكله للجسم. بعض الحالات طبعا ما بيحصلش معاها كده بالشكل النهائي الفاينل المرجو، ساعتها بنلجا لجراحات التجميل كجراحات تكميليه لانقاص الوزن. لكن هتخس طبعا في الجزء اللي انت عايزه. وبيحصل كتير جدا ان العيان بعد ما يكون عنده مثلا سيده مثلا الارداف عندها زياده او راجل الكرش عنده زياده، اول لما يبدا ينزل 30 40 كيلو زياده اللي في وزنه بينزلوا من المنطقه ديت ومش بيحتاج اي حاجه خالص بعد العمليه.